أهلا بكم يا دكاترة. بنكمل الكورس المقدم من فهمان أكاديمي. أنا دكتور مصطفى بندق، والسيشن بتاع النهاردة أو محاضرة النهاردة هي البلاد فارماكولوجي. محاضرة سهلة وصغيرة إن شاء الله، مش هتاخد مننا وقت كبير. ميكانيزمات بسيطة، شوية حاجات بسيطة كده، فنتوكل على الله ويلا بينا. مبدئيا كده الأدوية اللي احنا هنتكلم عليها في التشابتر ده أو أدوية البلاد عامة مش هتطلع من بره حاجتين. يعني لو احنا قلنا كده البلاد دراجز، لا إما أدوية بتمنع حدوث الجلطة في الناس اللي هم suspected أو معرضين إن هم يحصل لهم جلطة، لا إما أدوية بتوقف النزيف. يعني شخص حصل له نزيف وأنا عايز أوقف له النزيف دلوقتي. طيب هي الجلطة دي أصلا عبارة عن إيه؟ هنبدأ الأول بالأدوية اللي بتمنع حدوث الجلطة. الجلطة دي عبارة عن إيه؟ يعني لو قلت كده الجلطة، والله الجلطة دي عبارة عن بليتليت بلاج وفايبرين مشواك. ايه البليتلت بلاج دي؟ والله البليتلت بلاج دي شويه بليتلت حصل لهم اجريجيشن، اتجمعوا كده وعملوا له بليتلت بلاج، حته كده كتله من البليتلتس، وراحت لزقت في المكان اللي فيه نزيف او قفلت المكان اللي فيه نزيف. وبعد كده يجي عليها شويه فايبرين مشورك، شبكه كده من الفايبرين يعني تيجي عليها، وده اللي يعمل لي الجلطه او الثرومبس اللي احنا محتاجينها تقفل المكان المعين لو في نزيف. طيب ممكن الجلطه دي تتكون في مكان ما فيهوش نزيف؟ ودي في الناس اللي معرضين ان هم يحصل لهم جلطات، وعشان كده احنا بنديهم ادويه تمنع حدوث الجلطه، لان طبعا الجلطات الكتير في الجسم، الجلطات الصغيره دي ممكن تروح ترشق في مكان معين او تسد لي ارتري معين فتبوظ لي الاورجان اللي هو رايح له الارتري ده، زي مثلا الجلطه اللي بتطلع من القلب وتروح ترشق في البرين، فدي بتعمل لي بتموت، ممكن تدخلني في حاجه اسمها برين ستروك، توقف لي البرين او السكته الدماغيه. فعشان كده احنا بندي الادويه اللي هي بتمنع حدوث الجلطه في الناس اللي هم معرضين يحصل لهم جلطات. طيب انا عرفت دلوقتي ان الجلطه عباره عن بليتليت بلاج وفايبرين مشورك. طيب انا هشتغل على البليتليت بلاج بايه؟ والله بمجموعه ادويه اسمها انتي بليتليت، انتي بليتليت دراج. وهشتغل على الفايبرين مشورك بمجموعه ادويه اسمها انتي كواجولانس. يبقى كده ادويه الجلطه نوعين، انتي بليتليت، انتي كواجولانتس. هناخد كل واحد من دول نتكلم عليهم شويه. طيب نرجع كده فوق، قلنا الادويه اللي هي بتوقف النزيف كان اسمها ايه؟ انتي هيموراجيك دراج، انتي هيموراجيك دراجز. طيب يبقى الثلاث مواضيع اللي معانا في التشابتر ده اللي هو انتي هيموراجيك دراج وانتي كواجولانت، ده رقم 2، ورقم 1 هو الانتي بليتليت دراج. هنتكلم دلوقتي عن الانتي كواجولانتس. مبدئيا كده قبل ما ندخل نتكلم عن الانتي كواجولانت، انا عايز اقول لك واعرفك، وزي عادتنا طبعا بعرفك الفسيولوجي اللي بيحصل. ايه الفسيولوجي اللي بيحصل في جسمنا عشان الجلطه تتكون، او انا اول ما بيحصل لي نزيف او اول ما بيحصل لي قطع او اي حاجه، ايه اللي بيحصل عشان الجلطه تتكون؟ والله انا عندي 2 باثويز او بنسميهم مثلا كواجوليشن كاسكيد. كاسكيد ليه؟ عشان هو نازل، بيبقى نازل كده من فوق لتحت من فوق لتحت، عامل زي الشلال، فسموه كواجوليشن كاسكيد. عندي الانترنسيك باثواي والاكسترنسيك باثواي والانترنسيك باثواي. يعني اكتر حاجه ما يهمنيش اخش في تفاصيل قوي، بس انا عايز اعرفك ان الاكسترنسيك باثواي ده هو السريع، هو اللي بيشتغل بسرعه، هو اللي بيحصل، هو اللي بيشتغل اول ما بيحصل تيشو دامج. انما الانترنسيك باثواي ده من اسمه اصلا حاجه داخليه بتشتغل ابطا شويه، وبتحتاج عوامل كتير عشان نوصل للكواجوليشن او للفايبرين في الاخر. طيب يبقى انا اللي قدامي ده اسمه الكواجوليشن كاسكيد، ما يهمنيش قوي تخش في التفاصيل. طيب احنا نقوله كده مع بعض عشان ممكن نحتاج حاجات منه كده واحنا بنتكلم على الانتي كواجولانتس. هو الانترنسيك باثوي بيحصل ازاي؟ والله اول ما اتعرض لتيشو دامج، تيشو دامج يعني انا حد خبطني ولا حاجه، فالفاسكولار وول بتاعي بدا يحصل له دامج او اتقطع او اي حاجه، فبيجي التيشو دامج ده بيأكتيف لي فاكتور 7، ادي فاكتور 7 وتحول لفاكتور 7 النشيط، فاكتور 7 اكتيف، وفاكتور 7 النشيط ده يروح يأكتيف لي فاكتور 10، ادي فاكتور 10 وفاكتور 10، وفاكتور 10 يحول لي البروثرومبين لثرومبين،
والثرومبين يحول لي الفايبرينوجين لفايبرين، وكمان بيحول لي فاكتور 13 لفاكتور 13 النشيط، وده اللي بيخلي الكولوت بتاعتي او الفايبرين بتاعتي ستيبل، يعني ما تتحللش بسرعه. هو ده الانترنسيك باثواي. الاكسترينسيك باثواي، طيب لو انا اشتغلت على اي حاجه في الاكسترينسيك باثواي ده، لو انا مثلا وقفت فاكتور 10 او وقفت تحول البروثرومبين لثرومبين، فمعنى كده ان انا ما كونتش الفايبرين، فالدواء ده هيدخل معايا في الجزء بتاع انتي كواجولانت دراج. والناحيه الثانيه الانترنسيك باثواي بيمشي برضه بشويه عوامل لحد ما نوصل ان فاكتور اللي هو الفاكتور 9 ده النشيط يروح ياكتف لي فاكتور 10، هو فاكتور 8 يروح ياكتفوا لي فاكتور 10. ونخش بقى في الكومن باثواي، اللي هو كومن باثواي يعني بيحصل في الاثنين، اللي هو فاكتور 10 يحول البروثرومبين لثرومبين، والثرومبين يحول لي الفايبرينوجين لفايبرين، وبعدين نخش نكون الفايبرين. ده اسمه كده الكواجوليشن كاسكيد او الفسيولوجي اوف كواجوليشن. ده اللي بيحصل عشان الجلطه تتكون او عشان الفايبرين مشوك تتكون. طيب فانا مجموعه الادويه اللي انا هتكلم عليها دي بتشتغل على الكواجوليشن كاسكيد ده. عايز امنع ان الفايبرين يتكون، والله اول دواء عندي واقدم واحد ومشهور واشهر من النار على العالم هو الهيبرين. والميزه بتاعته ان الهيبرين ده بيتاخد اي في حقن كده، وهو شورت اكتنج، بيتاخد كل 6 ساعات او من 4 ل 6 ساعات. فده مش بيبقى مفضل قوي ان احنا نتابع بيه بره، يعني دايما الهيبرين بيتاخد في المستشفيات. بيشتغل ازاي الهيبرين ده؟ والله هو ستيموليت انتي ثرومبين 3. ايه انتي ثرومبين 3 ده؟ الانتي ثرومبين 3 ده بينهبتس الثرومبين وفاكتور 10، يعني هو هيمنع لي تكوين الثرومبين وهيمنع لي تكوين فاكتور 10. نرجع كده تاني للسلايد اللي قبل كده، هو منع لي تكوين الثرومبين ومنع لي تكوين فاكتور 10، فبالتالي اصلا انا منعت تكوين فاكتور 10، فمش الثرومبين مش هيتحول لي البروثرومبين مش هيتحول لي ثرومبين، فبالتالي خلاص انا وقفت الكواجوليشن كاسكيد او الباثواي الناحيه دي الكومن باثواي. فالهيبرين ستيموليت انتي ثرومبين 3. انتي ثرومبين 3 ده بيروح يعمل انهبيشن للثرومبين وفاكتور 10. بستخدمه ايه؟ هو امن في البريجننسي، عشان كده انا ممكن استخدمه في البريجننسي، وبستخدمه في الحاجات اللي حصل لي فيها اكيوت كواجوليشن، يعني كواجوليشن حصل دلوقتي زي ام اي او ستروك اللي هو زي ما قلنا السكته الدماغيه، وام اي اللي هي مايوكارديا انفاركشن، اللي هو حته بتموت في القلب، واحد حته عنده حصل له ام اي دلوقتي، وحته عنده ماتت في القلب دلوقتي، فانا بديله هيبرين عشان احافظ عليه من الجلطات. هو اصلا جسمه سسبكتد او معرض ان هو يكون جلطات، فانا بديله الهيبرين عشان احميه من جلطات تانية، احميه من ان اي كورونري ارتري او اي حته في شرايين القلب ان هي تموت تاني فيحصل له يخش في ام اي تاني. فهو ده اللي انا بستخدمه، اهم حاجه بس في البريجننسي عشان هو امن في البريجننسي. السايد افكت بتاعه ايه؟ طبعا بليدنج تندنسي، ده انا بدي حاجه هي انتي كواجولانت بتمنع لي تكوين الفايبرين، فممكن يحصل له بليدنج تندنسي بكل سهوله وبساطه لان ما عندوش فايبرين اصلا. السايد افكت اللي يهمني انك تعرفه هو الاوستيوبوروزيس ده عشان كده اصلا احنا ما بنحبش عيان يمشي على هيبرين فتره طويله. اكتر حد بيمشي على هيبرين هو الست الحامل، اكتر حد بيمشي على الهيبرين او اكتر مده اقصد هي الست الحامل 9 شهور، انما ما ينفعش ادي لحد اكتر من كده، يعني ما ينفعش امشي حد عادي او طبيعي على هيبرين، لكن الست الحامل احنا مضطرين، فدي تعتبر اكتر حد بياخد الهيبرين. الهيبرين بيعمل مع الوقت اوستيوبوروزيس، فما ينفعش امشيه يعني اخلي حد يمشي عليه فتره طويله. بيعمل حاجه كمان مشهوره اسمها هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا. ايه هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا دي؟ والله هي حاجه يعني مش بتحصل في كل الناس، هي حاجه لها علاقه بالجينيتكس، يعني الشخص ده بيبقى سسبكتد او معرض او جيناته معرضه او جيناته جاهزه ان يحصل له حاجه اسمها هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا. ايه هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا دي؟ ببساطه العيان بياخد الهيبرين، تديله الهيبرين، فتلاقي بقى مش يعني احنا بنديله الهيبرين عشان جسمه ما يكونش جلطات، فالعيان اللي ياخد الهيبرين ده جسمه يكون جلطات. ازاي بقى؟ هو اول ما الهيبرين بيخش الجسم بيتعرف عليه كانه حاجه غريبه، كانه انتيجين، ويكون قصاده انتي بودي. الانتي بودي ده يروح يمسك في الهيبرين يكون لي انتيجين انتي بودي كومبلكس، والانتيجين انتي بودي كومبلكس ده ويجي عليها بليتلتس بقى، وكل ده يعمل لي جلطات في الدم. فاي عيان بياخد هيبرين المفروض انا بتابعه بسي بي سي، اي عيان بيبدا ياخد هيبرين انا بتابعه بسي بي سي. والله لقيت في خلال اليوم الثاني او الثالث بصيت لقيت عدد البليتلت بيقل، لا عدد البليتلت بيقل، يبقى العيان ده دخل في حاجه اسمها ثرومبوسايتوبينيا. كلمه ثرومبوسايتوبينيا دي اصلا يعني عدد البليتلتس بتقل، فانت بتدي الهيبرين للعيان عشان تحميه من الجلطات، لا ده هو عمل له جلطات. في الحاله دي لازم توقف الهيبرين وتشفت على حاجه من الهيبرين الترناتيف اللي هنتكلم عليها كمان شويه.
ايه الانتيدوت بتاعه لو حصل منه توكسيسيتي؟ يعني لو اديت جرعه زياده من الهيبرين ولقيت ان العيان داخل في توكسيسيتي وهيخش في بليدنج تندنسي او نزيف، فبياخد حاجه اسمها بروتامين سلفيت. بروتامين سلفيت هو ده الانتيدوت بتاع الهيبرين. تاني حاجه هنتكلم عليها هي اللو موليكولار ويت هيبرين. والله هم عملوا كده تعديل، عملوا حاجه شيك كده من الهيبرين، لان الهيبرين ده بيتاخد كل 6 ساعات، كل شويه العيان عمال يتشكشك، كل شويه العيان عمال يتشكشك، فلا هم يعني عملوا حاجه شيك كده من اللو موليكولار ويت هيبرين، بتشتغل زي الهيبرين بالظبط، بس هي بتشتغل على فاكتور 10 اكتر من ان هي بتاكتيفيت الانتي ثرومبين 3. حتى نكتبها لك كده بخط صغير على استحياء، لان هي بتشتغل على فاكتور 10 اكتر. طيب اما تشتغل على فاكتور 10 هتمنع لي تحويل البروثرومبين لثرومبين، وبالتالي برضه همنع حدوث الفايبرين. ايه الادفانتجز بتاعتها او احنا عملناها ليه؟ والله هي لونجر ديوريشن، يعني بتقعد وقت اطول، فبالتالي مش هشكشك العيان اكتر. فبالتالي الست مثلا الحامل اللي كانت بتتشكشك كل شويه دي كل 6 ساعات، لا ده انا هشكشكها باللو موليكولار ويت هيبرين، هشكشكها مره واحده في اليوم او مرتين في اليوم بالكتير قوي. الميزه كمان الثانيه بتاعته ان هو هايلي سيف، اكستريملي سيف، صعب جدا ان حد يحصل له توكسيسيتي من حقن اللو موليكولار ويت هيبرين اللي هي الكليكسان الحقن المشهوره جدا في السوق دي، صعب جدا ان حد يحصل له توكسيسيتي منها، لان هي اكستريملي سيف. وكمان قلنا ليها ميزه ثانيه ان هي لونجر ديوريشن، فبالتالي مش هتشكشك كتير. ايه موجود منها في السوق؟ ماده فعاله انوكسابارين اللي هي كليكسان. مش موجود تقريبا في مصر، مش موجود له موليكولار ويت هيبرين تاني، هو الوحيد الكليكسان اللي هو الانوكسابارين. ايه الانتيدوت؟ والله هو ملوش انتيدوت للاسف. if toxicity occurs unfortunately no antidote، ملوش اي انتيدوت. بس انا قلت لك اصلا صعب جدا ان يحصل توكسيستي باللو موليكولار ويت هيبرين، وعشان كده يعني مفيش انتيدوت. انت ما حدش اصلا يموت بالهيبرين الا اذا كنت انت قاصد. اصل هو لو خد حقنه مثلا وبعدين قام جاي واخد حقنه بعدها وقال انا نسيت الجرعه، او حتى حقنتين، ده مش هيحصل له توكسيستي. ما حدش هيموت بالكليكسان الا اذا كنت انت قاصد تموت العيان بالكليكسان، اللي هو مثلا يقوم جاي جايب له 3 4 علب بقى كده، العلبه فيها حقنتين، ويقوم جاي واخدهم ومموت نفسه، يبقى هو كده قاصد ينتحر بالكليكسان. انما ان تحصل منه توكسيستي كأن هو خد دراج غلط او خد جرعه غلط او كده، صعب جدا جدا يحصل مع الكليكسان او اللو موليكولار ويت هيبرين. السايد افكتس بتاعته هو بالظبط ما هو ابن الهيبرين، هو له موليكولار ويت هيبرين، فهو برضه بيعمل بليدنج تندنسي وبيعمل اوستيوبوروزس. ما ينفعش امشي حد عليه فتره طويله، وعشان كده قلت لك اكتر حد بيمشي على الهيبرين او له موليكولار ويت هيبرين هو الست الحامل، بتاخده مثلا 7 أو 8 أو 9 شهور في الحمل بتاعها، يعني بيعمل اوستيوبوروزس مع الوقت. وبرضه بيعمل هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا زي الهيبرين، ما هو ابن الهيبرين بس يعني باقل شويه. وعشان كده العيان اللي يحصل له هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا ما ينفعش تقول لي انا هقلب له على لو موليكولار ويت، ما هو ابن الهيبرين، يعني هو حصل له اصلا حساسيه من الهيبرين، فانت هتدي له ابن الهيبرين هيحصل له برضه منه هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا. احنا بقى بنبدله على الهيبرين الترناتيفز اللي جايه دلوقتي. وعايز افكرك بس ان الهيبرين واللو موليكولار ويت هيبرين الاثنين كانوا بيتاخدوا اي في. دخلنا بعد كده على الهيبرين الترناتيف، ودي اهم ميزه فيها ان هي اورالي. يعني المفروض الانديكيشن بتاعها، الانديكيشن بتاع الهيبرين الترناتيفز دي انا باخدها من العيان يكون عنده مشكله في الهيبرين في الهيبرين، انه بيحصل له مثلا هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا. لكن دلوقتي الميزه الكبيره اللي خدناها من الهيبرين الترناتيفز دي ان هي بتتاخد اورال، يعني العيان مش هيتشكشك، ده بياخد حبايه بيبلع حبايه بيبلع قرص اورالي. فدلوقتي بقى بتتكتب اكتر من حقن، اكتر من الحقن اللي هي الكليكسان، او اكتر من الهيبرين عشان الشكشكه. دي بتتاخد اورال وبسيطه وبتقضي الغرض. برضه بتاكت على فاكتور 10، معظم الحاجات بتاكت على فاكتور 10، فتمنعني تحول البروثرومبين لثرومبين، فبالتالي الفايبرين مش هيتكون. الاغنيه اللي احنا عمالين نغنيها بقى لنا شويه. بستخدمها في ايه؟ والله لو في بروبلم مع الهيبرين زي هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا، وبستخدمها كمان في الاتريال فايبريليشن. الاتريال فايبريليشن ده بالعربي اسمه الاهتزاز الاذيني. طبيعي عندي الاذين بيضرب كده، وبعدين الفنتركل يتملي بالدم، وبعدين الفنتركل يضخ يبامب البلاد. الاتريم بيضرب كده والفنتركل يتملي بالدم وبعدين يضخ. فانا عندي العيان اللي عنده اتريال فايبريليشن او الذبذبه الاذينيه دي، الاتريا بتاعته ما بتضربش اصلا، الاتريا بتاعته بتهز، عشان كده اسمها ذبذبه، بتذبذب كده، بتهز كده. فالذبذبه دي او الهز ده ما بيحصلش فيه كونتراكشن ده كان بينزل لي الدم تحت، انما طول ما هو بيعمل كده فبالتالي الدم حاصل له ستاجنيشن هنا. طب ما انا عارف ان اي ستاجنيشن هيحصل ممكن معرض ان هو يحصل فيه ثرومبوزس ويحصل فيه جلطه. فالعيان ده عشان احميه من الجلطه اللي بتتكون من الاستجنيشن ده بديله الهيبرين الترناتيفز. طب ليه ما اديتوش كليكسان؟ ما هو عيان زي ده عنده اتريال فايبريليشن، ده اصلا مرض مزمن، مرض كرونيك، هيفضل ماشي عليه طول حياته.
هل انا العيان اللي هيفضل ماشي على دواء طول حياته ده هشكشكه كل يوم؟ لا، ده انا اديله حاجه اورالي بتقضي الغرض وهيفضل ماشي عليها طول حياته مش متضرر، ما عندوش مشاكل، هي عامله له سيوله في الدم ويعني مش متضرر وما عندوش اي مشاكل من الشكشكه اللي كانت بتحصل من الهيبرين وابنه اللي له مولكيولر ويت هيبرين. تمام. ايه الدراجز الموجوده من الهيبرين الترناتيفز؟ حاجه اسمها ابيكسيبان وريفاروكسيبان، بقوا مشهورين جدا جدا، وخصوصا فتره الكورونا كانوا بيطلعوا يعني باعداد مهوله جدا جدا. اي حد تلاقي مكتوب له ريفاروسباير، اليكواس والحاجات دي كلها، الاسماء التجاريه المشهوره دي كلها هي ماده فعاله ابيكسيبان وريفاروكسيبان. ابيكسيبان وريفاروكسيبان تحت كاتيجوري هيبرين الترناتيفز، وقلت لك اهم ميزه فيهم ان هم بيتاخدوا اورالي. الانتيدوت بتاعه ملوش انتيدوت برضه، لان هو اكستريملي سيف، هو برضه امن وصعب ان يحصل منه توكسيستي. ايه السايد افكتس بتاعته؟ ممكن يعمل لي بليدنج تندنسي طبيعي. بعد كده خلصنا خلاص الهيبرين واخواته والهيبرين الترناتيف، هنخش بقى على الوارفرين. الوارفرين من الادويه المشهوره، من الادويه القديمه جدا في كانتي كواجولانت، يعني ما عادش بيستخدم كتير قوي بسبب الحاجات الجديده اللي طلعت دي. هو له انديكيشنز معينه او حاجات معينه بنستخدمه فيها. بيشتغل ازاي الوارفرين؟ والله الوارفرين ده بيكمبيت وذ فيتامين كي. طيب فيتامين كي ده كان لازمته ايه اصلا في البلاد، او كان لازمته ايه في عمليه الكواجوليشن دي؟ والله هو كان الفيتامين كي ده مهم او اسينشال لتصنيع فاكتور بنقول عليهم 1972 2 7 9 10. 2 7 9 10 دول فاكتورز في الكواجوليشن كاسكيد اللي انا وريتك السلايد بتاعته في الاول، فكانوا بيتصنعوا بفضل فيتامين كي. طيب دلوقتي الوارفرين ده بيخش يعمل لي كومبيتيشن مع فيتامين كي، يقلل لي الفيتامين كي في الدم، فبالتالي مع الوقت لما يقلل الفيتامين كي هيقلل لي الفاكتورز اللي هي بتطلع او بتصنع بفضل الفيتامين كي، فبالتالي موضوع الكواجوليشن كاسكيد هيقل والفايبرين هيقل. عشان كده بستخدمه كانتي كواجولانت. بستخدمه في ايه؟ انا زي ما قلت لك استخدامه بقى محدود، ما عادش زي الاول من ساعه ما طلع بقى الحاجات الجديده اللي هي الهيبرين الترناتيف والحاجات دي كلها. فانا بستخدمه بس في الكرونيك كواجوليشن، زي مثلا واحد عنده ارتفيشال فالف. يعني ايه كرونيك كواجوليشن؟ يعني معرض ان هو يحصل له جلطه في اي وقت من الاوقات، جلطه على حاجه معينه. يعني زي ما قلت لك احنا بنستخدم الوارفرين ده في حاجات معينه معدوده، زي الارتفيشال فالف. الارتفيشال فالف الناس اللي هم عاملين عمليه قلب مفتوح اوبن هارت سيرجري، بيبقى عندهم مثلا مشكله في الميترال فالف، الصمام الميترالي ولا حاجه. في الغالب كان بيبقى عنده مثلا روماتيك فيفر او حمى روماتيزميه وهو صغير، وهي اللي عملت له روماتيك هارت ديزيز. فبنحتاج بعد فتره ان احنا نركب لهم فالف صناعي، لان الفالف ده بيبوظ. فالناس دي بتمشي على وارفرين عشان ما يحصلش، عشان الارتفيشال فالف ده معرض ان هو يتكون عليه ثرومبوزس، الفالف نفسه معرض ان هو يحصل عليه جلطات، فانا بمنع الجلطات بالوارفرين. ممكن يعمل لي بليدنج تندنسي، وكمان هنا ان هو تراتوجينيك يعني ما ينفعش اديه للحامل. الحامل بتاخد ايه؟ الحامل بتاخد كليكسان. الحامل بتاخد كليكسان. ما ينفعش اديها وارفرين خالص. انت لو اديت الحامل كليكسان، لو اديت الست الحامل وارفرين، يبقى انت ما ذاكرتش اي حاجه، ما تعرفش اي حاجه اصلا، دي جريمه. التوكسيستي بتاعته بديله فريش فروزن بلازما. ليه بديله فريش فروزن بلازما؟ عشان فيها اللي هي الفاكتورز 2 7 9 10 دي. الانتيدوت بتاعه بديله فيتامين كي بس بعد ما اديله فريش فروزن بلازما. ليه بقى؟ لان هو اصلا هو حصل له توكسيسيتي من الوارفرين، بدا ما يبقاش عنده في الدم 2 7 9 10، لان دلوقتي انا ما عنديش فيتامين كي. انت اديك جرعه كبيره من الوارفرين، فانا ما عنديش فيتامين كي، فبقى عندي نقص جامد جدا من 2 7 9 10 الفاكتورز دي. فانا بالاول بعوضه بدم من بره فيه الفاكتورز دي، وبعدين ابقى اديله فيتامين كي بقى يقعد يصنع لي تاني الفاكتورز دي. انما ما اديلوش فيتامين كي على طول، اصل الفيتامين كي هتديهوله ولسه الجسم هيقعد يصنع. لا، انت اديله الاول فريش فروزن بلازما اللي هي جاهزه 2 7 9 10 الفاكتورز دي، وبعدين ابقى اديله فيتامين كي. خلصنا كده الانتي كواجولانتس. زي ما قلت لك حصه النهارده سهله وبسيطه، وزي ما انت شايف كده كلمتين وغض غطاهم، ما فيش كلام كتير. يعني خلصنا كده الانتي كواجوليشنز او الانتي كواجولانتس دراجز. هنخش بعد كده على الانتي بليتلت. خلصنا الجزء الاول من الادويه اللي بتمنع الجلطه. دلوقتي الانتي بليتلت اللي هي بتشتغل على البليتلت اجريجيشن. انتي بليتلت دراج بتقلل البليتلت اجريجيشن. زي ما قلت لك اما يبقى في مشكله في الفاسكولار وول او اي حاجه، البليتلت دي بتتجمع وتنادي لاصحابها وتعمل لي بليتلت اجريجيشن كده، وتعمل لي بليتلت بلاج تروح تلزق وترشق في المكان اللي فيه المشكله ده، فتعمل لي الجلطه. فكل ادويه الانتي بليتلت دراج بتقلل لي البليتلت اجريجيشن. بستخدمها ايه؟ والله انا بستخدمها في البريفنشن. يعني الناس اللي بتاخد بلافكس، ناس كتير جدا هتلاقيها بتاخد بلافكس، وبياخدوا كمان الاسبرين بيستخدم كانتي بليتلت دراج. فكل دي بستخدمها كبروفيلاكسس يعني بريفنشن.
بريفنشن للستروك، للام اي، لحاجات كتير جدا. دراجز زي ايه؟ زي كولوبيدو جريل. السايد افكت بتاعها طبعا ممكن تعمل لي بليدنج تندنسي، مش محتاجه كلام. هنا معلومه كنت قلتها لك في الشابتر بتاع الماسكولوسكليتال، الاسبرين لو دوز اللي هو 75 مللي جرام بالذات من الاسبرين كان بيروح يشتغل ينشن على الثرومبوكسان اي 2. الثرومبوكسان اي 2، والثرومبوكسان اي 2 ده كان هو اللي بيعمل لي بليتلت اجريجيشن، فانا هقلل الثرومبوكسان اي 2 فبالتالي هقلل البليتلت اجريجيشن. وطبيعي اكيد انت عارف ان ناس كتير جدا جدا تقريبا في مصر كلها ماشيه على الاسبرين لودوز اللي هو الاسبوسيد ده، او الاسبوسيد او الاسبرين بروتكت او الحاجات دي كلها ناس كتير جدا ماشيه عليها. يبقى الاسبرين لودوز بستخدمه كانتي بليتلت دراج. والكولبيدو جريل ده اللي هو البلافيكس. طبعا اكيد انت تعرف شريحه كبيره من الناس بياخدوا اسبرين لودوز، بياخدوا اسبوسيد وبياخدوا بلافيكس، مشهورين جدا جدا. الانتي بليتلت دراجز خلصت، دخلنا بقى على الادويه بتمنع النزيف. يعني الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله كنا بنتكلم على ادويه بتمنع لي حدوث الجلطه. لا دلوقتي انا عكس اللي بيحصل ده تماما، انا عندي هيموريج، عندي نزيف، حد اتخبط ولا حاجه والفاسكولار وول اتقطع فبينزف. دلوقتي انا محتاج ازود البليتلت اجريجيشن ومحتاج ازود الفايبرين، محتاج ازود البليتلت اجريجيشن ومحتاج ازود الفايبرين عشان هم دول اللي كانوا بيعملوا لي جلطه تروح تسد المشكله اللي عندي دي. وهي فعلا الانتي هيموراجيك دراج هم حاجتين، حاجه بتعلي الفايبرين، حاجه بتزود لي البليتلت اجريجيشن. اول دواء عندي اسمه ترانكزيميك اسيد. ترانكزيميك اسيد اللي هو الكيبرون. كيبرون مشهور جدا. الكيبرون اللي هو ترانكزيميك اسيد بيشتغل ازاي؟ والله هو انتي فايبرينوليتيك. انتي نفي اثبات، يعني هشيل انتي دي وهشيل ليتك هيبقى لي فايبرين، يعني هو بيزود نسبه الفايبرين في الدم. انتي فايبرينوليتيك، الحاجات اللي هي بتيجي تكسر الفايبرين لا هو بيوقفها فبيزود لي نسبه الفايبرين، فالفايبرين ده يشتغل وبالتالي يسهل حدوث الجلطه او المكان اللي احنا عايزين نسده ده. الريسك فاكتور بتاعه طبعا ان انا او السايد افكت بتاعه ان هو يعمل لي ريسك اوف ثرومبوزيس، لان انا بزود الفايبرين. طب الفايبرين ده اصلا هو اللي كان بيعمل لي كواجوليشن، فممكن يحصل بالغلط ثرومبوزيس، يتكون جلطات في الجسم. عايز اقول لك ان الكابرون ده هو الفيرست لاين دراج او الدراج اوف تشويس في الهيفي منسترول بليدنج اللي هو المينوراجيا. الناس او البنات اللي بيجي لها البيريود الشهريه بتاعتهم بيبقى عندهم هيفي منسترول بليدنج، بيبقى عندهم نزيف جامد جدا، ممكن نستخدم معاه الترانكزيميك اسيد ده وهو الدراج اوف تشويس في الحاله دي. بعد كده الايثام سايليت بيشتغل ازاي؟ يشتغل اندوثيليوم بليتلت انتر اكشن. يعني ايه اندوثيليوم بليتلت انتر اكشن دي؟ والله هو اصلا البليتلت بلاج او البليتلت اجريجيشن بتحصل ازاي؟ بيبقى في مشكله في الفاسكولار وول من جوه، فالبليتلت وهي معديه كده تلاقي في حاجه يعني زي في حاجه مش طبيعيه في الفاسكولار وول، فتقوم جايه لازقه عليها وتنده اخواتها، بتلزق عليها، ده اسمه اندوثيليوم بليتلت انتر اكشن. الايثام سايليت ده بيزود الاندوثيليوم بليتلت انتر اكشن، فبالتالي يزود لي البليتلت اجريجيشن. يبقى هو بيشتغل ازاي؟ بيزود الاندوثيليوم بليتلت انتر اكشن، فبالتالي يزود البلاد البليتلت اجريجيشن. السايد افكت بتاعه ممكن يعمل لي بس شويه جي اي تي ديستربنس، ما اقدرش اقول ان هو بيعمل ريسك اوف ثرومبوزيس، ان هو بيكون جلطات، يعني ان هو بس بيزود لي الاندوثيليوم بليتلت انتر اكشن لو في مشكله في الفاسكولار وول، فبالتالي البليتلت تيجي ويحصل بليتلت اجريجيشن. انما ان هو يعمل ريسك اوف ثرومبوزيس لوحده كده لا، يعني هو بيعمل جاست ان هو بيعمل شويه بس جي اي تي ديستربنس. ممكن استخدمه عادي في المينوراجيا برضه اللي هي الهيفي منسترول بليدنج، بس انا زي ما قلت لك الدراج اوف تشويس هو الكيبرون او الترانكزيميك اسيد. خلصنا كده بقى ادويه الانتي بليتلت والانتي كواجولانت والانتي هيموراجيك دراج. هنتكلم كده عن سلايد صغيره وبسيطه معظمنا اصلا عارفها، هي معلومات عامه يعني مش حاجه كبيره، وهي الانيميا. يعني ايه الانيميا؟ والله الانيميا دي نقص في كذا بارامتر في الدم، يعني نقص الهيموجلوبين بقول عليه انيميا، نقص الار بي سيز بقول عليه انيميا. يبقى ايه هي الانيميا؟ نقص نسبه الهيموجلوبين في الدم او نقص عدد كرات الدم الحمراء في الدم. decrease in RBC count or hemoglobin concentration، كل ده اقدر اقول عليه انيميا. طيب ايه النورمال اصلا؟ والله النورمال في الميل يعني الراجل النورمال عنده من 14 ل 17. طيب الفيميل النورمال عندها من 12 ل 16. ده الميل وده الفيميل، وساعات ناس بيقولوا ان الميل عادي ممكن لحد 13 عادي. الميل معروف شويه ان هو بيبقى اكتر من الفيميل، لان الفيميل عندها فقد مستمر في البلاد بسبب البيريود اللي بتحصل كل شهر. الار بي سيز كاونت برضه عندي في الميل بيختلف عن الفيميل. في الميل من 4.5 ل 6.5 مليون،
في الفيميل من 3.8 ل 5.8 مليون بير كيوبيك سنتيمتر. يبقى اي نقص في الار بي سيز او اي نقص في الهيموجلوبين كونسنتريشن فانا اقدر اقول عليه انيميا. والله الانيميا دي انواع كتير، احنا مش هنتطرق بقى للانواع. في ثلاسيميا اللي هي انيميا البحر الابيض المتوسط، في سيكل سيل انيميا او الانيميا المنجليه الار بي سيز بتاخد فيها شكل منجل. في انواع كتير من الانيميا احنا مش هنتطرق ليها لان احنا مش بتوع امراض دم، احنا ناخد بس الحاجات المشهوره اللي احنا ممكن نتعامل معاها. الايرون ديفيشنسي انيميا او انيميا نقص الحديد اللي هي اصلا موست كومن تايب، اكتر نوع مشهور في الانيميا هي انيميا نقص الحديد، وخصوصا في السيدات بسبب البيريود او النزيف اللي بيحصل لها كل شهر. ايرون ديفيشنسي انيميا نقص في الايرون، فانا بعالج طبعا ان انا هدي ايرون ثيرابي، بعالجها بالايرون. طيب النوع اللي بعد كده هو ميجالو بلاستيك انيميا. ميجالو بلاستيك انيميا الخلايا كرات الدم الحمراء من الاسم كده ميجا بتبقى كبيره، ميجالو بلاستيك انيميا، ودي بتحصل بسبب نقص في الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد، لان الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد دول مسؤولين عن انقسام او الديفيجن بتاع الخليه، لان هم مسؤولين عن الدوبليكيشن بتاع الدي ان ايه. فانا اما ضاعف الدي ان ايه فبالتالي الخليه تعرف تنقسم كويس. دلوقتي انا لا عندي فيتامين بي 12 ولا عندي فوليك اسيد، فالخليه مش بيحصل لها ديفيجن فبتفضل كبيره، بتفضل ميجا، اسمها ميجا كاريوسايت، دي بتفضل في البون مارو كده او نخاع العظم كبيره، فعشان كده بنسميها ميجالو بلاستيك انيميا، الخلايا بتاعت كرات الدم الحمراء كبيره. والعلاج طبعا ان انا بعالج السبب وبدي السبب اللي عمل لي نقص الحاجات دي، وبدي فيتامين بي 12 وفوليك اسيد. الايرون ديفيشنسي انيميا. الايرون ديفيشنسي انيميا هي موست كومن تايب اوف انيميا، والموست كومن كوز بتاعها هو المينوراجيا او النزيف اللي بيحصل كل شهر للست. الكلينيكال بيكتشر بتاع الانيميا ايه؟ يعني اشوف العيان بتاع الانيميا ده ازاي اللي بيجي لي. والله بيبقى عنده فتيج، بيجي يقول لك انا بتعب دايما، بالور، بتشوف كده البالور بتلاقي شحيحه كده بالور، بهته كده بيل، بيحصل بالبيتيشن، بيسمع ضربات قلبه. ليه بيسمع ضربات قلبه؟ لان هو عنده انيميا، فالقلب اصلا بيبقى متجنن، بيحصل له حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركوليشن، القلب بيضرب بسرعه جدا وبيضرب سريع وقوي عشان يوصل الدم للتيشو في وقت اسرع، والضربه تبقى قويه عشان معظم الدم يوصل للتيشو، لان هو عنده انيميا، الاكسجين بتاعه الهيموجلوبين بتاعه قليل، فانا محتاج اوصل كميه كبيره للتيشو، فالقلب بيتجنن وبيحصل حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركوليشن، فالعيان بيسمع ضربات قلبه اللي هو البالبيتيشن، يحصل له طبعا شويه هيدك، شويه لوس اوف كونسنتريشن، اعراض شائعه وشفناها مع ناس كتير. بعالج ايه؟ بعالج ان انا بدي ايرون ثيرابي، بديله حديد. الايرون ثيرابي طبعا حديد موجود في الصيدليه سواء كان حقن او اقراص، هنتكلم عنها عارفين بعد كده في السيشن مع دكتور علي ان شاء الله. وكده يبقى السيشن بتاع البلاد خلصت. زي ما قلت لك السيشن سهله صغيره ما فيهاش كلام كتير، ممتعه، ما خدناش فيها وقت كبير الحمد لله. تذاكر كويس، تحفظ المواد الفعاله اللي احنا قلناها. يعني انا ممكن اعد لك المواد الفعاله اللي احنا قلناها في السيشن دي، ما قلناش حاجات كتير. قلنا ايه؟ قلنا هيبرين، وقلنا النوكسابارين اللي هو الكليكسان، وقلنا الكلوبيدوجريل، وقلنا الابيكسيبان والريفاروكسيبان، وقلنا الايرون هنا اهو، وقلنا الترانكزيميك اسيد والايثام سايليت. يعني مواد فعاله 6 أو 7 مواد فعاله تحفظهم وانت قاعد في 5 دقائق، يعني عشان تخش بقى على السيشن اللي بعد كده المشروع فيها التريد نيمز والاسماء التجاريه، تبقى عارف كويس كل دواء ده بالظبط شغال ايه وبيعمل ايه. اتمنى يكون الفيديو ده فاتكم، ولو في اي حاجه كالعاده هنتواصل على الجروبات بتاعتنا، واشوفكم على خير السيشن الجايه ان شاء الله.